السلام عليكم. قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي، ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب وفولو انستا. استنى منكم كومنت حلو تحت برأيكم على الفيديو. وبس كده، يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. حابين نشوف الطريقة. اول حاجة معايا معلقة سمنة، سبتها لحد ما تسيح. هنزل عليها بشوية زيت مش كتير، مش بحب الدهون الكتير في الطبيخ. هنزل عليها ببصلة متقطعة مكعبات، بصلاية متوسطة او كبيرة على حسب ما انتوا بتحبوا البصل قد ايه. معلقة توم كبيرة بتاعة اكل، يعني اللي احنا بناكل بيها، مش معلقة توم اللي احنا بنقلب بيها. بعدين هقلبهم ياخدوا تشويحة مع بعض كده، وهنزل عليهم بربع لحمة مفرومة. لو حابين تحطوا نص لحمة مفرومة، لو انتي مقدرتك كده حطي، ولكن دي وصفة اقتصادية للناس اللي ظروفها المادية مش قد كده وعايزين يأكلوا ولادهم حاجة حلوة في الشتاء تدفيهم، وكمان يكون فيها بروتين وخضار. وهي وصفة سهلة واقتصادية جدا هتعجبكم. ونقلب في اللحمة المفرومة لحد ما تتشوح شوية. هننزل عليها بمعلقة فلفل أسمر، وهنقلب بين كل خطوة والتانية، بنقلب عشان ياخدوا من طعم بعض. بعدين هنزل عليها بالفاصوليا متقطعة بالشكل ده، متقطعهاش طويلة كده وهي طويلة وتقسمها نصين وتقطعوها بالشكل ده. لا بلاش كده، يبقى احلى. هتبقى الفاصولياية ماسكة نفسها وهي بتستوي. هنقلبها تاخد تشويحة على النار لحد ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه، شكل شفاف كده شوية. بعدين هنزل عليها بحوالي من نص كيلو طماطم لكيلو الا ربع طماطم، عصير طماطم. بعدين هنزل عليها بمعلقة صلصة عادية من اللي احنا بنشتريها، وهقلبهم مع بعض. لازم ما بين كل خطوة والتانية سواء بهارات او صلصة بنقلب عشان ياخدوا من بعض، ياخدوا تشويحة كمان مع بعض. سبتها كمان تتسبك على النار شوية الطماطم والصلصة مع بعض. بعدين هنزل عليها بتوم باودر وبصل باودر معلقة، وهقلب. بعد كده هنزل عليها بالمية، شوية مية صغيرين عشان كده هتلزق مني. شوية كزبرة، واحدة مرقة فاين فودز، بلاش ماجي، بحب فاين فودز اكتر. ماجي فيها تسكيرة كده بسيطة. حطيت شوية شطة، لو انتوا مش عايزين شطة ممكن تستغنوا عنها. شوية ملح على حسب الرغبة، وبس كده. حطيت شوية مية في الاخر تغلي بيهم، واستوت في الاخر بقت بالشكل ده. لو حابين اعمل فيديو كمان عن طرق مختلفة واقتصادية قولولي تحت في الكومنتات. وبس كده، اشوفكم فيديو على خير، مع السلامة.